هو ايه اللي بيعمله كريم محمود عبد العزيز ده؟ امبارح الحفلة انا مت على نفسي من الضحك. الحفلة اللي طلعت فيها دينا الشربيني تغني هي وتغني يعني على اغنية كده مع روبي وكان طبعا يعني في اشاعات الفترة اللي فاتت ان هم في قصة حب او كده وهو نفوا القصة وهكذا. بس الموضوع مش هو ده اللي انا عايز اتكلم فيه. انا عايز اتكلم في الفيلم اللي هو الهنا اللي انا فيه. الفيلم شفته، ما شفتوش في السينما، شفته ما نزل على المنصات الايام اللي فاتت ديت. ظريف بس بس تحس ان هو ان كريم اول حاجه ليه سينما لوحده متفرد بيها، وليه نوع من السينما محدش بيعملها غيره بصراحه. بس الفيلم جريء شويه، شويه كتير كمان. يعني اشبه بالافلام اللي هي بتاعت السبعينات والمشاهدين هيفهموا انا قصدي ايه. افلام السبعينات واللي هي افلام البحر وافلام عادل امام وسمير غانم ومش عارف ايه وسهير رمزي ونهدش افلام ديت، يعني الافلام اللي هي كانت في فتره كده في السبعينات والستينات كانت السينما بتقدم نوع من السينما التجاريه الرخيصه. ولولا ان هي كان فيها نجوم كبار الافلام دي ما كانتش هتعيش لحد النهارده. يعني لولا الاداء الجميل مثلا لحد زي سمير غانم، اداء عادل امام، اداء، فالافلام عاشت لان فيها كوميديا وفيها دراما وفيها مشاهد ظريفه بس كانت جريئه. فهو الفيلم الهنا اللي انا فيه ده ينتمي لافلام السبعينات، وهو كريم بيبدا يعني يكون ليه شكل سينمائي او لون سينمائي معين. بدات شخصيته تبقى واضحه، مع ان كريم محمود عبد العزيز يعني كفنان متنوع جدا. يعني كريم مثلا كان بيعمل افلام زمان مع السبكي، وتلاقيه مثلا عمل دور ابن لذينه مع محمود عبد العزيز مثلا في جبل الحلال، دور درامي وتمثيل وكده. الحقيقه كريم محمود عبد العزيز من اكتر اولاد الممثلين اللي بيعرفوا يمثلوا، بيعرف يمثل كويس جدا. نفسيته هاديه، بتاع شغل. دي حاجات ما تلاقيهاش في ناس كتير يعني. وحابب الشغلانه، وحابب ان هو يقدم تاريخ، وحابب ان هو يشتغل باستمرار، فده حاجه كويسه جدا. كريم يعمل دور يطلع السما، ويعمل دور ينزل بيك الارض، بس هو الفكره ان هو دايما شغال يعني. اتمنى ان حياته الشخصيه ما تاثرش على حياته العامه، وانا يهمني فيه ان هو كممثل بس.